يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ هوريكم بقى النهارده طريقه حلوه قوي لكفته الرز، وكمان هنعمل مع بعض الرز في الحله الاستانلس، وهوريكم ازاي هيطلع مفلفل ومفيش حبايه لازقه في القاع بتاع الحله. بصوا، الكفته انا مفرزاها مقليه وحطها في الفريزر. انتوا زي ما بتحبوا بقى، هتعملوها فريش هتحطوها في الفريزر وتطلعوها من الفريزر تستخدموها. بجيب بصلايه حلوه كده كبيره عشان تعمل معايا صوص حلو كده، وبفرمها تكون يعني اقرب للناعم، بس ما تبقاش ميه، فاهمين قصدي؟ تبقى قطع بس اقرب للناعم، ما تبقاش قطع كبيره. تمام. الحاجة اللي بتخلي الوصفة دي بتاعت كفتة الرز طعمها حلو هو البصل، والبصل الأحمر بيكون مسكر. أنا بصراحة بعتمد في وصفاتي أو في أكلي عموما في الطبخ أو كده على البصل الأحمر. بيمشي معايا سلطة، بيمشي معايا في الوصفات وهو ني، بيمشي معايا في الطبخات. فأنا بحب بصراحة البصل الأحمر. البصل الأبيض ماليش فيه قوي، يعني أنا من زمان على كده. فبحس البصل الأحمر بيدي نكهة كده حلوة، في تسكيرة، فبيزود الأكل طعم غير طعم البصل الطبيعي، فاهمين قصدي؟ فحاولوا لو انتوا بتستخدموا بصل أبيض بس، ضيفوا للمشتريات بتاعتكم بصل احمر وجربوه في الوصفات، هيطلع حلو قوي. في وصفه بالكبد والقوانص بعملها بالبصل الاحمر بتطلع خطيره. لو جربتوها بالبصل الابيض هيطلع طعمها مختلف. لما حد بيدوق حاجه عندي ويجي مثلا ياخد الطريقه او كده ويجي يعملها، بيلاقي الطعم مختلف. حاجات زي كده هي اللي بتفرق بقى في الوصفة. بهارات، البصل نوعه ايه، مش عارفة استخدمتي حطيتي قرن فلفل كده ايه حراق فزود الطعم، فاهمين قصدي؟ الحاجات المكملات للوصفة دي هي فعلا اللي بتدي طعم للحاجة. فالبصل الاحمر من الحاجات الحلوة قوي. هحط عندي شوية زيت، وممكن تحطي زيت على سمنة بلدي او زيت على زبدة، بس انا حبيت ان ايه تكون خفيفة كده ما زودش فيها دهون. فحطيت شوية زيت وهنزل عليهم بالبصلاية، هديها تشويحة، مش عاوزاها لونها يغير ولا عاوزاها تفضل بيضة، فاهمين قصدي؟ اديها تشويحة كده حلوة، البصل يدبل معايا كويس قوي. وبعد كده انزل عندي الكفتة عليها. البصل هيدبل كمان من ايه ان انتوا تحطوا عليه شوية ملح، هتلاقوه دبل معاكم. بصوا، حطيت كده قرن فلفل حراق، اديته كده كام تكسيرة عشان ينزل الطعم بتاعه. مش بيبقى الاكله حراقه قوي، بس بيديها كده لسعه كده خفيفه حلوه جدا جدا. بجد هتفرق معاكم. يعني انا تقريبا كل الوصفات اللي هي شبيهه لكده او طواجن او كده، قرن الفلفل ده اساسي. حتى في صينيه البطاطس كده قرنين فلفل كده بيخلوها خطيره. حطيت حوالي 3 فصوص توم، برضو بيدي طعم حلو قوي وبيعلي التست معايا. الحاجات دي كلها والله فعلا بتفرق في الوصفه. اول بص البصل لقيته دبل وريحه التوم طلعت على طول، اروح حاطه عندي الكفته واديها تشويحه حلوه كده مع الخليط اللي احنا عملناه ده، البصل مع التوم مع الفلفل. وتبتدي بقى روايح بقى تطلع. نقلت بس الحله على العين دي عشان العين التانية هعمل عليها الرز، هقول لكم ليه. نقعد بقى كده اقلب لغايه لما احس، هي طبعا الكفته مجمده شويه، لغايه لما احس كده ان الكفته ابتدت ايه بتفك سنه وبتاخد من طعم البصل والحاجات دي. حطيت عندي السبع بهارات. التوابل دي انا بعملها وان شاء الله هعملها معاكم، لان بجد طعمها خطير. فراخ لحمه بتمشي معاكم، يعني مش مخصصه بس اللحمه او الفراخ، وبتدي طعم وتست حلو جدا. فان شاء الله هعملها معاكم هي وخلطه البطاطس. طبعا الكبة عندي كان فيها شوية بصل، حطيت عليها شوية مية وخلصنا الدنيا كده عشان ما نرميش حاجة. هسيب بقى الكفتة تستوي تشرب بقى المية دي، والبصل يبتدي بقى يكرمل كده، وتكون هي استوت تمام. زودت عندي شويه ميه عشان حسيت الميه ايه مش مغطيه الكفته كلها، لازم الكفته تكون متغطيه عشان الكفته كلها تطلع سوا واحد، ما تبقاش في واحده بتشد وواحده مستويه. تعالوا بقى نعمل الرز. حطيت حوالي معلقتين زيت ومعلقه سمنه بلدي ونزلت بالشعريه. عاوز تعمليه رز ابيض مفيش مشكله، هتتغاضي عن الجزئيه بتاعه الشعريه دي. هتقعدي بقى تقلبي الشعريه كده تاخد لون حلو. النهارده الحمد لله
او المره دي يعني ما اتلسعتش مني. المره اللي قبلها بصوا كانت خلاص داخله هتتلسع، كنت هعيط ساعتها. اديها لون حلو ذهبي كده. وما دوس عليها قوي، يعني ما تبقاش ذهبي غامق، تبقى ذهبي فاتح عشان ما تغيرش معايا لون الرز، لان الشعريه لو غمقت منك هتغير لون الرز معاكي. وبعد كده اكون غاسله الرز بتاعي كويس قوي، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. الفتره دي اغسلوا الرز بتاعكم كويس جدا. اكون غاسلاه كويس قوي، سايباه يتصفى، واروح واخداه بقى احطاه على الشعريه بتاعتي. تمام. لو خدتوا بالكوا انا النار مش طالعه على جناب الحله، النار تحت الحله عشان الرز ما يتلسعش معاكوا. عموما استخدامكم في الحلل الستانلس النار ما تبقاش في جناب الحله كده، تبقى في القاع بس، لان القاع هو اللي فيه الجزء السميك، فبيحمي الاكل من جوه من الحراره العاليه. بس الجناب لو النار عاليه وواصله للجناب هتلاقوا الاكل بيتحرق معاكوا ايا كان بقى ايه. اديت كده الرز تشويح حلو قوي، قعدت اقلب فيه كتير عشان كل رزايه تتغلف بالزيت والسمنه، يبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت تفلفل معايا. وبعد كده هنزل عندي بميه سخنه. مقدار الميه في الرز اللي هيستوي في حله ستانلس هيكون مختلف في اي نوع حله تاني. في الحله العاديه احنا بنغطي بس الرز كده يبقى ايه بالميه او الشوربه. في الحله بصوا ده المقدار الطبيعي اللي انتوا بتعملوه في الحله العاديه. في الحله الستانلس بقى لا، هنزود شويه، يعني شوف المقدار اللي انا زودته ده هو تقريبا اللي انتوا هتزودوه، لان الحله الستانلس بيكون الحراره فيها عاليه، بتحبس الحراره فبتخلي الرز الميه تتشرب بسرعه والرز ما يلحقش يستوي، ولو سهيتي عليه هتلاقي من تحت ابتدى يتلسع. فانا زودت شويه ميه كده عن الطبيعي، غطي عليه، هو كده بيغلي. هنزل النار للنص. تمام. وبعد كده اول ما احس ان هو ابتدى يتشرب هقول لكم هنعمل ايه. بصوا هنا عندي ابتدت الكفته تتشرب الميه، اديتها تقليبه كده عشان برضو ايه ما يبقاش في حاجه فوق مش واصل لها الميه، وتبتدي ان هي تستوي. غطيتها عندي وقلت ايه هعمل. كان عندي شويه ملوخيه طبعا مش هرميهم، هنستخدمهم، فقلت اسخنهم جنب الكفته فيبقى عندنا كفته وعندنا نوع خضار فالدنيا تبقى حلوه. وكنت شايله شويه شوربه عشان الملوخيه لما بتقعد في التلاجة بتتقل، فاخفها بشويه الملوخيه. فخليكوا كده دماغكوا على طول شغاله، ما يبقاش مثلا ايه طب انا دلوقتي الملوخيه على في التلاجة فلما اطلعها بقت تخينه هزودها شويه ميه طعمها هيبقى مش حلو هتغير، لا، اكون شايله لها شويه شوربه كده على جنب. واديتها برضو تسكينه وحطيناها وكلناها والحمد لله خلصت ومفيش حاجه اترمت. بصوا اول ما الرز يوصل للشكل ده كده الميه تكون شبه اتشربت، على طول بقى اخلي النار بصوا شمعه اكنها مش شغاله، واسيب الرز 10 دقايق هتلاقوا الرز ده معاكم تحفه، هتشوفوا النتيجه في الاخر. اديت برضو هنا تاني الكفته تقليبه. بصوا على طول ايدي في الحاجه، ما سيبش الحاجه كده ايه تتلسع مني، الميه تقل والطعم يبتدي من تحت يتلسع كده يبقى طعمها مش حلو. وابتدت عندي تعمل صوص كده، الصوص ده طعمه خطير، انتوا هتسيبوا اصلا الكفته وتاكلوا الصوص ده. وكمان يعني كل ما الصوص ده بيتقل والميه تتشرب كل ما طعمه بيبقى حلو. قلت اعمل عندي عصير فراوله، وعملت عصير قمر الدين بس كنت شويه صغننين، ما عملتش كتير لان مش كلنا بنشربه، فلو قعد في التلاجة عندي تاني يوم هحطه هيحسوا ان في حاجه بايته فهيقفلوا منه مش هياخدوا منه برضو تاني. فيدوب عملت بس شويه، هتشوفوا في الاخر الكميه اللي انا عملتها. والفراوله المره دي عملتها عصير بدون لبن، عملتها كعصير بس كده زي العلب بالظبط. وعاوزين الفراوله تطلع معاكم طعم الفراوله اللي هي المعلبات، زودوا فيها الميه ما تخلوهاش تقيله. كل ما زودتوا الميه هتطلع الطعم فيها ظاهر بس القوام بتاعها خفيف فتطلع اكنها زي العلب. وعاوزاها تبقى زي العلب اكتر صفيها هتطلع معاكي زي العلب بالظبط. بصوا بقى منظر الرز عندي، شايفين الجمال؟ بصوا يعني والله طعمه بيبقى خطير، طعم الرز اصلا كده لوحده خطير. وغير ان هو مفلفل يعني طعم حلو قوي. هنا لقيته استوى بروح طافيه النار واغطي عليه واسيبه 5 دقايق، بتفرق قوي قوي في فلفله الرز. هنا عملت فحمايه عشان الفحمايه دي هعملها للكفته
بتديها بقى طعم خطير، بتنقلها في مكان تاني خالص. يعني بصوا بتبقى حاجة تانية، بتدي طعم الشوي كده، بس في نفس الوقت ده يعني كفتة معمولة بالبصل، يعني فاهمين قصدي. حطيت عندي الفراولة. قولولي انتوا حابين ان انا اديكوا التسلسل اللي بيحصل فعلا في الطبخة، ولا اديكوا الوصفة على بعضها، عشان انا بقول لكم يعني ايه اللي بيحصل. حاطه الرز على النار، الكفته على النار، بعمل عصاير، فاهمين قصدي. بصوا بقى الرز وجماله، بصوا ولا معجن ولا اتلسع من تحت. هتشوفوا الحله معايا من تحت بيضه، ما فيهاش اي حاجه. الرز ريحته خطير، يعني شوفوا الرز اللي هو ابسط حاجه ليه ريحه كده ويخليكي تشتهي ان انت تاكليه. بالطريقه دي فعلا بتطلع حلوه. بسوا الحله معايا من تحت عامله ازاي، مفيش رزايه لازقه تحت. وسوى الاستانلس قريب جدا من سوى الالومنيوم. بس محتاج تركات اللي انا قلت لكم عليها عشان تطلعوا الحاجه حلوه. شايفين الحله من تحت عامله ازاي، يعني مفيش رزايه. حطيت عندي بقى الكفته بعد ما سبت كده ايه، حطيت قشره بصله وحطيت فيها الفحمه وطشيتها كده بمعلقه زيت وغطيت كويس قوي وسبتها ايه بتاع حوالي 10 دقايق. خدت بقى من طعم التدخينه كده وحطيتها عندي. بصوا بقى الصوص مش ميه، شربت تعتبر الميه كلها، بس فيه الصوص بتاع البصل، والبصل عندي كده متكرمل. بصوا بقى قوام الملوخيه عامل ازاي عشان شويه الشوربه اللي انا حطيتهم. لو كنتوا سخنتوها زي ما هي هتطلع معاكم تقيله ومش هياكلوها. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه وطلعتوا مستفيدين حتى لو بمعلومه واحده. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وباي باي.